عايزين تعملوا حاجة حلوة في الإنجاز كده وما تتعبكوش، وتشتروا دماغكم الحشوة ايه هنحشيها ايه، أرخص حشوة، وهتبقي ضربتي عصفورين بحجر واحد. هتعملي كنافة وجلاش في نفس الوقت. معايا ربع كيلو من الكنافة، هنقي فيه، هضربها يا اما بالكبه، انا حطاها قبلها في الفريزر. هتمسكيها تفتفتيها بايدك وتنقي الحاجات المحصوله اللي بتبقى في بعض الكنافه. انا جبتها، ممكن انتوا تجيبوها احسن مني، من حد يكون مضمون شويه. هي دي طلعت فيها كلاكيع دقيق شويه. امسكيها فوقيها كويس ونقي اللي فيها، ومش عايزاكي تحطي عليها اي حاجه، هي زي ما هي كده. ربع كيلو من الكنافه ولف الجلاش كل اللي هنحتاجه، وزي ما هي كده فتفتيها ونقي اي حاجه فيها. اهي لف جلاش من اللي هو الجلاش مش يعني السايب دوت بيبقى احلى واحسن. خطير. هات نص كيلو، ممكن تقللي على حسب الكميه دي. ما شاء الله هيعمل لي صاج كبير 30 في 40 سنتي، صاج ما شاء الله كبير. اهي هات معايا صينيتي، الصاج بتاعي هحط فيه نص معلقه سمنه كبيره، وهبتدي اجيب الكنافه من غير ما احط عليها لا سكر ولا حمصها ولا احط عليها عسل ولا سمنه ولا اي حاجه. كنافه نيه، كل ورقتين جلاش هلفهم رول كده واحطهم، هبدا ارصها في الصينيه اهي. ولفي بقى املي الصينيه بتاعتك، يعني انت حطي نفس اللي هعمل معاك واحده تانية. كنافه، باكد عليكي، كنافه نيه والجلاش من غير ما تحطي عليها لا سكر ولا سمنه ولا اي حاجه، والجلاش لفتين، يعني ورقتين من الجلاش ولف رول. حطي الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تقللي ممكن تعملي الرول ارفع من كده، يعني بدل ما تلفيها تبقى كميه الكنافه تقلليها، ممكن تقلليها. ممكن تحطي بالنسبة لورق الجلاش، معايا اللفة دي كان حجم الصينية مظبوطة على حجم الصاج اللي معايا. ممكن لو أكبر ممكن تقصيها، ممكن تقللي في الجلاش براحتك. بس أنا لا دهنت جلاش ولا حطيت على الكنافة سمنة ولا سكر ولا أي حاجة. أنا كده خلصت الصاج بتاعي اتملى، مليته، هبتدي أقطعه. بالنسبة للتقطيع، قطعي زي ما انت عايزة، صوابع صغيرة كبيرة المقاس اللي تحبيه قطعيها. طب التركة المهمة بقى اللي انا بعد ما اقطعها هعمل ايه؟ معايا بخاخة فيها شوية مية. هتقولي لي ليه هتبخ عليها مية؟ اقول لك البخاخة مهمة جدا، هتخلي الجلاش والكنافة يطرى ويستقبل السمنة اللي هحطها عليه. قبل ما احط عليها السمنة هعدي عليها كده ارش بالبخاخة كده مية. تمام، هتشرب معايا السمنة في ثواني، وهتديها برضو تحميرة حلوة. معايا ايه بقى؟ كوباية الا ربع من السمنة على الصاج ده. الصاج ده ما شاء الله يعني يقطع معاكي. قلنا التقطيع زي ما انت عايزه. رشي بقى، املي كل، يعني ما تخليش حته لما تحطي عليها سمنه. انا هنا ما حطيتش لا على الكنافه سمنه ولا على الجلاش، فلازم اشبعها بالسمنه. دي كوبايه الا ربع، الصاج كبير. هتقولي لي اقل من كده، براحتك. سيبيها كده، شربتها كل حته في الجلاش، شربت السمنه، ابدأي حطيها في الفرن حرارة 180، الرف الوسطاني، بشغل من تحت بس. هنا معايا كوبايتين سكر، كوباية ونص مية. الشربات بتاعه لا تقيل ولا خفيف. كوباية ونص مية، عصرة نص ليمونة أو رشة ملح ليمون أهي، ورشة فانيليا. حطيها الشربات بارد والجلاش سخن طالع من الفرن اهو. هبتدي هسقيه بقى العسل بتاعي اللي انا تقدري تكتري في الكمية. انا هنا عملته كانت الكمية مناسبة جدا، ويعني خطير. الكنافة والجلاش هيتسقوا، طلتهم السمنة وهيطولهم الشربات، ما تقلقيش. طيب
احنا بعد ما يعني عملته لقيته ان هو مقرمش من فوق وتحت، السوا بتاعه تحفة مقلي يعني. هطلعه دلوقتي واوريهولكم. بس جه ابني عايزه طري، رحت عاملة ساقياه تاني، بس يعني في النص الصينية كده رحت ساقياهوله تاني وهوريهولكم برضه. بص الصوابع طالعة، السمنة داخلة في الكنافة اهي، والشربات برضو مسقي وزي الفل طالع اهو تحفة. تفتكريش المحلات الكبيرة ان هي بتقعد تدهن كل راق وبتفرك الكنافة بسكر وسمنة والكلام ده؟ لا، هما بيعملوها نفس الطريقة دي، بيرصوها ويروحوا ساقيين كله بمصفى كده، كوباية مخرمة زي المصفى، ويروحوا ساقيين كله السمنة على الصاج كله بعد ما بيرصوه، وبيسقوا نفس الحكاية الشربات. بصوا بقى هنا الشربات كانت مقرمشة من تحت ومن فوق ومن جوه طرية ومسقية، سواء السمنة أو السكر الشربات بتاعها، وكانت حقيقة وتحفة خطيرة. هوريكي بقى لما سقيتها تاني شربات بقت طرية ازاي. عملت شربات خفيف في نص الصينية، بعد كده كان لسه الأذان ما أذنش. هوريها لك بعد الأذان ما يأذن برضو وهدوقها معاكم. بصوا خطيرة، مقلية من فوق وتحت. الفرن بتاعك تقدري تظبطيه على حسب السوا بتاعه ايه، بس ما بتفتحيش الشواية أول ما بتحطيه، انتي بتفتحي من تحت بس. بعد ما بيستوي من تحت لو لقيتيه ني من فوق بتفتحي بقى الشواية تحت الشواية، بتحطيه تحت الشواية اهو. شايفين من جوه كنافة طايلها السمنة وطايلها السكر. عايزة تعملي كمية 4 كوبايات 3 كوبايات سكر عليهم كوباية ونص، تخففي الشربات تمام، وهيبقى معاكي يعني تعوميه كده في الشربات هتلاقيه تحفة. ده لو انتي بتحب الشربات كتير، بس هو كده كان خطير، مقرمش وطري من جوه وخطير اهو. شايفين الصوابع خطيرة، احلى من الصوابع كمان اللي بنشتريها من المحلات. طبعا هي ما كلفتش معايا ربع كيلو كنافة ولف الجلاش ب15 جنيه، فهتحسبيها مش مكلفة. والسكر عندنا فيش بيت فيه سكر وسمنة، مش متكلفة حاجة. بنروح نجيب كيلو الحلويات، الصاج ده يعدي 3 كيلو، بنروح نجيب كيلو الحلويات بكتير. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش لايك شير اشتراك، يعني شهيصيني كده، القناة لسه على الله حكايتي. شايفة هنا بقى كنت سقيتها، عملت شربات تاني وسقيتها عشان ابني الصغير قال لي عايزها تكون طرية كده وفيها شربات كتير. انت تقدري تعمليها زي ما انت عايزاها شربات كتير تعمليها. اهي كانت الكنافة اللي جوه طرية اهي، بقت خطيرة. انا بوريك ان الاتنين لو عايزاها تبقى مقرمشة والعسل بتاعها مظبوط زي الاول، زي ما وريتها لك في الاول. هنا كان نص الصاج رحت عاملهوله طري زي ما هو عايز. اهي حطيت عقدت سكر تاني وعملت. شايفين طريت ازاي؟ بس طعمها خطير، انا يعني ممكن ناكل منها. الدنيا باظت حقيقة. انا بطلع زايدة في رمضان، معلش اعذروني، تعبانة شوية، بس لازم طبعا انتوا عارفين لازم نقوم بواجبنا. شايفين خطيرة. طبعا انا كان يا دوبك بعد الفطار. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم وتشجعوني لايك اشتراك متابعة، واشوفكم بألف خير وسعادة.